هذا طاجين ديال سمك الرايه بالطريقه المغربيه. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا على الطريقه والمكونات. اول حاجه كنبدا بها كنصاوب شرموله ديال السمك اللي غنخلي لكم المكونات ديالها كلهم مكتوبين في صندوق الوصف. كنشرمل بها سمك الرايه ديالي اللي بطبيعه الحال نقي ومغسول ومقاد كيصاوبوا لي لو بويسوني. دونك سمك الرايه سوا تخليوه يتشرمل ويترقد واحد نصف ساعه على الاقل، اولا الا كنتم مزروبين راه داك الساعات. انا هنا راه غير شرملته ومن بعد طيبته. الطاجين ديالي كناخذو كنوجد فيه البصله الدوائر نستفها، كنزيد بطاطا، كنزيد مطيشه، وكندير شويه كنسقي شويه من داك الشرمول اللي عندي بالزايد، كنستف طريفات ديال السمك عندي من الفوق، كندير شويه الفلفله طوماط سوري الزيتون، وكنعاود داك الباقي ديال الشرموله كنستفو شويه اللحم مصير، واحد الخويط زيت الزيتون. وعلى فكره راه ما تنزيدش حتى قطره د الماء، غير داكشي اللي في الشرموله كافي. كنغطي على الطاجين ديالي واحد 25 دقيقه، نار مهيله وها هو واجد بالصحه والراحه.